انا لما شفت الكامب ده متقدم للايج بتاع التين ايجرز قلت ان ده هيبقى مناسب لاولادي لانه او لابني يعني انا شايفه ان جنب التعليم في المدرسه احنا الاولاد محتاجين مهارات تانية، فلو ابتدينا ان احنا نتعلم المهارات دي بدري بيبقى احسن للاولاد وكده. كنت متوقعه انه يتكلم عن اهدافه في الحياه ويتعلم اهدافه في الحياه، وانه يعني يحط فكره بروجكت ويعمل لها البلان وازاي يطبقها وايه الستبس اللي ياخدها. يعني قصه انا درست على خفيف كده بروجكت مانجمنت فتره طويله يعني، فكنت شايفه ان هي لو اتقدمت للاولاد الصغيرين او للشباب يعني حاجه هتفيدهم جدا. انبسطت جدا النهارده في البرزنتيشن اللي مصطفى عملها، لقيت انه يعني هو ده اللي انا كنت متوقعه انه يطلع بيه، فانا كنت سعيده جدا بالبرزنتيشن اللي عملها حقيقي. انه دايما كنت بودي الاولاد حاجات وكورسز وحاجات وهم صغيرين، والحاجات للاولاد الصغيرين من سن even 3 years لحد مثلا 12 حاجات كتيره جدا وفرايتيز. انا كنت نفسي اودي كل حاجه بس ما كانش في وقت نودي كل حاجه. من ساعه مثلا بعد 12 years وكده يعني مش لاقي حاجه للايج اللي من 12 لحد 16 و18، فلما لقيت حاجه بتتقدم مينلي للسن للتين ايجرز ده عجبني جدا الموضوع بصراحه، وحقيقي سعيده. ويعني يعني كانت تجربه جميله جدا بجد، هقول لناس كتير جدا يشتركوا معاكم حقيقي.